جنايتنا العزاز، اتمنى ان شاء الله الكل يكون بخير، ورجعنا وياكم بفيديو جديد وحسب طلبكم انتم المتابعين. جاي ارد على كل التعاليق وكل الرسائل اللي دا توصلني سواء على الفيس او الانستغرام. اخوتي الغوالي، الفرخات من تريد تعزلها من امهاتها، اكو عالم تقول نعزل الفرخات من امهاتها والطيور تسوف او تقوم ما تاكل، يعني هواية اسباب. حبيبي، الفرخ من تعزله من امهاتها، خليه يكون كبير، خليه يكون قدر ياكل وكمل ذيله، يلا تعزل الفرخ. انت مو تعزل الفرخ هو بعده صغير والفرخ راح يدقور عندك وبعد لا ينصح ولا شيء، وحرامات راح يروح عندك الفرخ هدر. فيا حبيبي، الفرخات هسه تشوفون هذا اللي قدامكم، هذا حد الان بعده ما معزول من امهاته. فرخ بعده صغير، صح هو الطير يلقط، بس امهاته هم جاي الزقله، ما يقدر ياكل وحده باستمرار، لازم الامهات الزغله تشوفه انت يلقط صحيح. فيا حبيبي، اخلي الفرخ ينضج صحيح ويكمل ذيله والطير يبدي ياكل وحده بدون ما يزق له الامهات، بذاك الوقت تقدر تعزل الطير. حتى شنو؟ الفرخات حرامات لا تروح عندك. تحياتي لكم، ولا تنسونا من الاعجاب والمتابعة للقناة. ومثل ما قلت لكم، كل طلب او كل تعليق من عندكم نجاوب عليه ان شاء الله، مو بالفيديو الجاي، بالفيديو اللي بعده.